لو كان اليوم السابع هو السبت فيكون اليوم الأول هو الحد. بداية الخليقة كانت يوم الحد، وعلى هذا الأساس كانت قيامة السيد المسيح باكورة الرائدين، باكورة لقيامة البشر، قيامة ما فيش بعدها موت. نتيجة نتأمل شوية في القيامة. يعني ايه قيامة؟ وليه المسيح اتصلب وقام؟ الأهمية اللاهوتية بالنسبة لقيامة السيد المسيح أهمية كبيرة جدا، لأنه بالنسبة للفكر اليهودي القيامة بالنسبة لليهود إن الله انتصر على خطايا شعبه، انتصر على الموت. العدو الوحيد للإنسان هو الموت، لأننا مش مخلوقين عشان نموت. لو هنموت في الآخر كان لازمته ايه الخلق من البداية؟ الخطية والموت اللي دخلوا حياة الإنسان ما كانوش اتصلبوا، كان بولس بيعتبرهم أعداء الحياة. طب المسيح اتجسد ليه ومات وقام من الموت ليه برضه؟ يسوع جه ومات عشان يحارب الموت، وهو بيموت يسوع ببساطة موت الموت على خشبة الصليب، ذبح العدو. اللي حصل على الصليب كان معركة بين الحياة والموت عشان ربنا يوفر لينا حياة حقيقية ومريحة ويقتل الخطية اللي كنت هتموت بيها. باختصار كده اللي حصل في القيامة كان صلح بين الله والإنسان، بين الإنسان والآخر، حتى ما بين الإنسان ونفسه. بولس الرسول قال عن يسوع إنه أقيم لأجل تبريرنا، والتبرير معناه إن كل حاجة تتعمل صح، إن علاقة الله مع الإنسان تبقى صح، وعلاقة الإنسان مع اللي حواليه تبقى صح، وعلاقة الإنسان ونفسه كمان تبقى صح. القيامة ببساطة هي غاية المسيح، غاية الله. ليه؟ لأنها الوسيلة اللي حقق بها الله ملكوته في حياتنا الجديدة. ومن هنا نبدأ نفهم يعني ايه عايشين حياة المسيح القائم. هو قام وقامنا معه، احنا مش ميتين خلاص ولا هنبقى ميتين للأبد. سكن الروح القدس اللي في الكنيسة هو اللي بيوحدها، بيربطنا بالمسيح القائم من بين الأموات. الروح القدس بيخلي كل مكتسبات المسيح القائم من بين الأموات مكتسبات للإنسانية المتحدة بيه. عشان كده النهاردة نقدر نعيش نفس نوعية حياة المسيح القائم من بين الأموات من خلال تواصلنا المستمر مع روح الله الساكن في الإنسانية.